ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ودايما في احسن حال. النهارده بقى انا جايبه لكم وصفه يا جماعه بجد من الاخر. هنعمل وصفه خبز صدقوني يعني احسن بكتير من اللي بنشتريها من بره. محدش هيصدق ابدا ان انتوا عاملين الخبز ده والسندوتشات دي في البيت. هنعمل النهارده خبز خطير، طعمه رهيب، شكله تحفه، منفوخ، هش جدا من جوه، وطعمه غير اي خبز احنا كمان بنعمله في البيت. هنعمل منه كمان النهارده سندوتشات سجق يا جماعه. صدقوني والله ما حدش هيصدق ابدا ان انتوا عاملينها في البيت، لان احنا النهارده هنعملها زي بالظبط بتاعه افخم المحلات، واحلى بكتير وانضف بكتير كمان. تعالوا نبتدي على طول بالوصفه، وهنبتدي اول حاجه بالخبز الخطير بتاعنا ده. اول حاجه عشان الخبز يطلع منفوخ معانا وهش، هنعمل خليط الياباني اللي هو التانج زونج. هنعمله كده على البارد، هنحط دقيق وميه وهنقلبه مع البارد كويس قوي لغايه ما يبقاش في اي تكتلات خالص للدقيق. هقلبهم كويس قوي وبعد كده هرفعهم على النار. اول ما يبداوا كده قوامهم يبقى بالطريقه دي كده زي المهلبيه بالظبط، خلاص بنرفعه من على النار، وهنغطيه كده ببلاستيك راب او كيس تلاجة علشان ما يربيش قشره من على الوش. وهنسيبه يبرد تماما تماما لغايه ما نبدا نحضر بقيه المقادير بتاعه العجينه. عندي بقى في بول العجان هنحط الدقيق والسكر والخميره ورشه ملح ومعلقه صغيره كده من البيكنج باودر وبيضه وشويه حليب، وهرفعهم بقى كده في العجان وهبدا اقلب. اكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. وطبعا هننزل خليط التانج زونج بقى بعد ما برد. الخليط ده يخلي العجينه بتاعتنا هشه كده ومنفوخه. هنبدا بقى نعجنهم كده لمده 5 دقايق الاول لغايه ما العجينه تبدا تتماسك وتتلم معايا. في اثناء العجين هنا لو احتاجنا شويه حليب علشان العجينه تلم معانا ضيفوا شويه بشويه، لان طبعا الحليب برضو او السوائل بتختلف من نوع الدقيق. هنبدأ نعجنهم كويس قوي كده لغاية ما يبدأوا يتكونوا معايا عجينة. بصوا احتاجت معايا شوية حليب، ضفت كمان شوية. هفضل اضيف كده او ميه زي ما انتوا عايزين لغايه ما تتكون معايا كده عجينه، بس طبعا لما بنعجنها بحليب بتبقى افضل بكتير. اول ما تبقى معايا عجينه حلوه كده زي ما انتوا شايفين، هبدا على طول انزل الزبده تكون لينه جدا كده بدرجه حراره المطبخ، وهبدا اعجن فيهم كمان 5 دقايق. العجينه بتاعتنا لازم تعجن كويس علشان خاطر تدينا، شايفين العرق كده بيمط كده، خلاص اتعجنت كويس قوي. رشه دقيق على الكونتر وهنزل العجينه بتاعتي وابدا كده اضغطها والفها كويس زي ما انتوا شايفين. وعايزه اوريكم ان هي قد ايه طريه جدا وناعمه جدا، يعني دي ان شاء الله هتدينا شغل ونتيجه حلوه قوي. بول العجان بقى اللي هنخمر فيه العجين، وهنغطيه بلاستيك راب وفوطه مطبخ، وطبعا الجو نار فمش محتاج خالص فرن ولا اي حاجه. هو هتسيبوا العجينه من ساعه لساعه الا ربع هتلاقوها انتفخت وارتفعت كده ما شاء الله. هننزل بقى شويه دقيق تاني على الكونتر وننزل العجينه بتاعتنا، نبدا نعجنها بس عجينه بسيطه كده زي ما انتوا شايفين، وهنبدا نشكل فيها على طول. هنجيب بقى كده اي سكينة او اي حاجة، نفتح العجينة من النص ونبدأ بقى نقسمها. احنا الكمية بتاعة العجين بتاعنا النهاردة او كمية الدقيق دي عملت لنا 10 ترغفة حجم وسط زي ما انتوا شايفين. هبدأ اكورها كويس قوي ورش كده رشة دقيق من تحت كده، وهبدأ اكورها كويس قوي واحطهم واغطيهم كمان بفوطة مطبخ واسيبهم كمان 10 دقايق يختمروا. بعد ما اختمروا وارتفعوا كده هبدأ بقى نمسك بقى كورة كورة ونبدأ بقى نشكل الخبز بتاعنا. مش محتاج نشابة، يعني هي حاجة بسيطة خالص كده. هنفرده كده حاجة بسيطة، احنا مش عايزين نفرده جامد علشان هنعمله رولات كده وينتفخ معانا ويعلى في الفرن. فاحنا مش هنفرده جامد قوي، بس زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة خليه كده متساوي كده. وهضغط بقى من الاطراف كده على الكونتر، وهبدأ بقى اضغط من ورا كده لقدام، اضغط كويس قوي وانزل، عشان كل ما احنا بنلف ونضغط الخبز بيطلع معانا منفوخ ومنتفخ ما شاء الله. وطبعا العجينه عشان مظبوطه فبتلزق برضو معانا بمنتهى السهوله، مش هتفك معاكم ان شاء الله ابدا في الفرن. وهنجيب كده الزوايا بتاعت الاطراف بتاعت الخبز هندخلها كده زي ما انتوا شايفين، عشان يطلع معايا كله سوا واحد، من اول الرغيف لاخر الرغيف شبه بعض زي ما انتوا شايفين كده. هنكون بقى جايبين صينية فرن عليها ورق زبدة، وهنبدأ بقى نرص الخبز بتاعنا. هوريكم رغيف كمان. نبدأ كده ندوس على الأطراف
ونضغط كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، ونلف رول ونضغط ونلف رول ونضغط لغايه ما نخلص الرغيف بتاعنا. نخلص بقى كميه الخبز بتاعتنا دي كلها، واهم حاجه نضغط من تحت كويس قوي ونقفل الاطراف زي ما انتم شايفين كده. بنحاول ندخل حاجه صغيره كده جوه الخبز بتاعنا. تمام. هنحطه بقى في الصينيه بتاعت الفرن، و هنسيبه بقى يعني نغطيه بقى بكيس تلاجة او فوطة، ونسيبه يخمر بقى لغاية ما حجمه يتضاعف يمكن 3 مرات. في الوقت ده بقى هنكون بنحضر بقى السجق بتاعنا. طبعا تقدروا تحشوا السندوتشات دي اي حشو انتوا عايزينه، بس انا النهارده حبيت بقى نعمل بقى سندوتشات سجق بقى خطيره. جبنا السجق شوحناه من غير اي ماده دهنيه، واول ما اداني اللون الحلو قوي ده هنرفعه من على النار. وانا بحب قوي في سندوتشات السجق البصل الكتير، لما بيتكرمل كده بيطلع خطير وطعمه حلو قوي. فانا حطيت حوالي بصلتين كبار متقطعين شرايح رفيعه، وحطيت كده فلفلايه من كل لون، احمر واصفر واخضر. وبعد كده بهرتهم بقى بشويه ملح وشويه فلفل، مش اكتر من كده خالص، عشان طعم السجق والبصل المتكرمل يبقى ظاهر. بعد ما مع البصل بدا يدبل معايا وحجمه يقل كده، والفلفل بدأ في السوا، هننزل على طول بقى بقيه السجق ونديله تشويحتين 2 كده ونقفل عليه. عايزين تحطوا بقى من على الوش شويه جبنه موتزاريلا زي ما انتوا عايزين بقى. بصوا الخبز بتاعي ما شاء الله بعد ما حجمه اتضاعف حوالي مرتين 3 كمان. هبدأ بقى اجيب صفار بيض عليها معلقتين كبار من الحليب، وهبدأ كده امسح وش الخبز بتاعي بالراحه بمنتهى الهدوء كده، عشان يعني التخمير بتاعه ما ينزلش. هنكون بقى مسخنين الفرن على درجه حراره 200، واول ما ندخله هننزل درجه الحراره على 180. هياخد بقى وشه من فوق وينتفخ زي ما انتم شايفين. الجمال بقى يا جماعه، والله بجد ريحته وشكله وطعمه يتاكل حاف، مش محتاج اي حاجه يتحشي فيها. بصوا بقى ما شاء الله انتفخ ازاي كمان في الفرن، علشان احنا ماشيين خطوات مظبوطه والمقادير اكتبها لكم ان شاء الله مظبوطه. بصوا بقى بيطلع هش ازاي، خطير يا جماعه بجد رهيب فعلا. يعني ممكن تحشوا اي حشوه كده خطير. الخبز ده ممكن تشتروه بره بارقام غريبه عجيبه، احنا بشويه دقيق وشويه ميه وشويه حاجات بسيطه كده في البيت متوفره عملنا بيه احلى خبز ممكن تجربوه. احنا هنفتحه من فوق كده عشان السانشات. بصوا هش ازاي من جوه، رهيب يا جماعه. حضرنا بقى السندوتشات، وهنجيب بقى السجق بتاعي، حطيت عليه شويه موتزاريلا من فوق بعد ما طفيت النار عليه وغطيته، سبت الجبنه تسيح بس في سخونه السجق. وهنجيب بقى العيش بتاعنا ونبدا نحشي بقى احلى سندوتشات سجق حرفيا ممكن تدوقوها. ما فيهاش اي فزلكه، ما فيهاش اي حاجه. شويه بصل كمان بقى لعشاق البصل المتكرمل زي كده، يعني حاجه كده خطيره. تقدروا بقى تحطوا عليها طبعا من فوق بقى شويه كاتشب مستردة زي ما انتوا عايزين. الاضافات دي بقى بتبقى خطيره. عايزه اقول لكم ان السجق مع الجبنه والبصل المتكرمل بجد هو بسيط قوي، مفيهوش اي حاجه خالص، بس والله طعمه حلو جدا. كمان السجق عشان هو اصلا فيه بهاراته كلها، فمش بيبقى محتاج فزلكه خالص السجق. هنحط بقى كده السانشات بتاعنا نحشيها كلها بالطريقه دي. واهم حاجه ما تنسوش طبعا البصل، لانه بيدي الساندوتشات ده، يعني البصل بيودي الساندوتش ده في حته تانية خالص. عايزين تحطوا كمان معاه شويه بطاطس بقى كده متحمره زي ما انتوا عايزين. صدقوني الساندوتش واحد ده لو كلتوه هتحسوا بشبع رهيب، لان الخبز ما شاء الله تقيل وحلو كده. السجق كمان طعمه حلو وبسيط جدا. هكتب لكم المقادير بالتفصيل ان شاء الله ان شاء الله في صندوق الوصف، بس لازم تجربوه يا جماعه عشان بجد هيعجبكم جدا جدا. بصوا الساندوتش محدش يصدق ابدا انه معمول في البيت، صدقوني والله كان انا جايبينه فعلا من اكبر واشهر المحلات. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه، ما تنسوش تعملوا لايك للوصفه، واشوفكم بخير في فيديو جديد. وبصوا الخبز هش ازاي من جوه وشارب بقى من البصل والصوص اللي نازل من السجق، حاجه خطيره.